السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده بقى هنعمل كده روتين من المطبخ، شوية مشتريات كده جبناها وهنعمل مع بعض الغدا بأمر الله. وصفة جديدة تعجبكم، مش جديدة قوي يعني، بنعملها كتير بس يعني ايه الطريقة المرة دي مختلفة شوية. وشوية مشتريات كده، ونتكلم شوية عن ازاي نوفر في المعيشة، وازاي نوفر في الحاجة، والله المستعان يعني. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم. ولو انت اول مرة تشوفي قناتي، انا نهى ودي قناتي نونا لايف ستايل. بنقدم فيها روتينات وفلوجات وحاجات كتيرة قوي اللي تجيبك لفة كده في القناة، ان شاء الله تعجبك. لو عجبتك القناة ما تنسيش تشتركي معايا في القناة، فعلي زر الجرس على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات. هنا بقى ايه شويه مشتريات كده للبيت. طبعا احنا قلنا هنتكلم عن التوفير شويه، فاول حاجه هنوفر منها حاجات الغسيل، بصراحه المساحيق. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي المنظفات دي بقت اسعارها غاليه، طبعا مش المنظفات بس، يعني كل حاجه دلوقتي بقت اسعارها في الغالي. فاللي هنقدر عليه نوفره شويه منهم هنوفره. طبعا المسحوق طبعا مش هنقدر نغيره عشان هو معروف ان شركاته، ولازم نجيب حاجه كويسه عشان خاطر الغسيل. لكن ممكن بقى نوفر في الصابون، في الكلور، في الكلوروكس، في الحاجات دي. انا بصراحه كنت الاول بجيبهم من الشركات المعروفه، بعد كده ايه لقيت الحاجه عماله تغلى يعني زياده عن اللزوم. فقلت ليه لا، يعني صابون اللي كنت باول بجيب اللي هو الفيبا ده زي الجيركن كده. دلوقتي لقيت سعره يعني داخل في 90 جنيه او حاجه كده، يعني 80 جنيه 90 جنيه. فكل شويه بيغلى، فقلت يعني هو في الاول في الاخر هو صابون، وممكن يكون عند بتوع المنظفات صابون هما بيعملوه كده برضه بيبقى كويس بنفس الجوده بتاعت الفيبا، وبيبقى ارخص في السعر. فليه لا يعني اما نستبدله، يعني نجيب منه يكون افضل وهيوفر معانا كتير. او ممكن نعمل الصابون في البيت، يعني في ناس كتيرة قوي ستات بيوت شاطرة جدا بيعرفوا يعملوا الصابون في البيت، ويبقى جميل قوي وبيوفر طبعا واقتصادي. برضو بالنسبة للكلوروكس الأبيض والألوان، كنت بشتريهم برضو الأول كلوروكس يعني بتاع الشركات كده. بعد كده قلت لا، هستبدله بقى برضو هي الحاجات السايبة اللي هي بتتباع بالكيلو برضو عند بتاع المنظفات دي، طبعا أرخص في السعر وبرضو جودتها كويسة مش وحشة. يعني الكلور الأبيض برضو عند بتاع الصابون أو بتاع المنظفات برضو كويس وبينضف. انا عامه ما بستخدمهوش كتير الكلور الابيض ده، بس اذا كانت لو في حاجه مثلا بيضه عايزه فيها بقعه جامده عايزه تطلع او حاجه بستخدمه. او في الاغلب ان انا بستخدمه في الارضيات، لو هغسل مثلا ارضيه الحمام عزكم الله يعني، او ارضيه المطبخ كده، فبستخدم الكلور اللي هو الابيض. مش دايما يعني، حتى يعني ممكن الكيلو ده يقعد عندي كتير. لكن كلوركس الالوان طبعا انتوا عارفين الولاد اللي بيوسخوا مطرح ما كانوا، مطرح ما لعبوا في المدرسه اي حاجه طبعا. والكلوركس برضو الالوان ده طبعا بستخدمه برضو ايه مع الالوان بيزهزهها كده وبينضفها. فبجيب منه برضو السايب كويس مش وحش. فيعني على قدر الامكان نقدر نوفر، يعني نحاول نوفر بقدر الامكان، عشان عارفين طبعا ان الدنيا دلوقتي بقت غاليه جدا. و عايزه اقول لكم المرتبات هي يعني الدنيا بتغلى والمرتبات ثابته، فالمعادله صعبه جدا. والله المستعان يعني على كل حال. بس هنا برضو بقى ايه، جبت برضو عشان من باب التوفير ان احنا مناكلش بره او منعرضش الولاد تجيب الحاجات من بره، فنعملها في البيت احسن بالجوده وبنظافه وعارفين هي معموله ازاي. هنا بقى جبت بانيه، نص كيلو بانيه كده، قلت هنضفه. الولاد كانوا شفقانين ان هم ياكلوا شاورما سوري من بره، قلت لهم لا انا هجيبها لكم النهارده، هعملها لكم واعملها لكم بطريقه بقى مختلفه حلوه كده، وفي عيش بقى اللي هو التورتيلا ده بدل العيش الصاج، بيبقى طعمها احلى طبعا بكتير. قلت لهم هظبطها كده ما تقلقوش، وتوميه وكل حاجه عملتها لهم في البيت، بصراحه كانت احلى وانضف من بره ب 100 مره يعني. انا مش عارفه ليه بحس ان لما بجيب الشاورما من بره بحس فيها بزفاره جامده قوي، مش عارفه هل انا بس اللي كده ولا في حد تاني. والله جربت الشاورما من عند احسن من المحلات كمان، واجي اكلها كده احس ان فيها زفاره، يعني تحس ان مش مغسوله كويس مش متنضفه كويس. بصراحه بقيت اقرف ان انا اشتري حاجه من بره يعني. فمعظم الاوقات بحاول اعمل كل حاجه في البيت، يعني اللي هم عايزينه كله انا بحاول اعمله لهم في البيت.
فعلا الاكل بتاع بره يعني بقى حاجة مش عارفة يعني. طبعا مع غلو الحاجة اكيد هو برضه عايز يكسب ويحط لنفسه مكسب، فاكيد مش هيبقى مهتم قوي بأدق التفاصيل يعني. هيبقى بالنسبة له ان هو يبيع ويكسب احسن من ان هو يجيب جودة يعني في الاكل. الا من رحم ربي يعني، احنا مش هنتكلم عن الناس كلها، بس هو فعلا معظم المحلات الاكل بره دلوقتي الاكل فيها يعني وحش جدا يعني. مش عارفة ليه. طبعا انا بقول غلو الحاجة وبتاع، بس هو برضه بيبيع بالغالي، فمفروض ان هو يقدم جودة كويسة مش اي حاجة وخلاص يعني الناس تاكلها. كده كده انا بدفع لك فلوس فاديني اكل كويس اعرف اكله. بس انا قلت لكم يعني انا كذا مرة اشتري الشاورما من بره. بحس فيها بزفارة جامدة قوي يعني. انا مش من الناس اللي بتحب الاكل الجاهز، بس يعني لو اضطريت، بس بحس دايما ان هي ايه، الاكل فيها الزفارة باينة فيها قوي. طبعا مش هيبقى زي كده. بص يعني الواحد قاعد يغسل فيها ويغسل حته حته ويشيل لو فيها اي حاجه مش عاجباه يشيلها. هو طبعا مش هيقعد يغسل ويحنتف زينا كده يعني، هو عايز يخلص عشان يطلع الكميه بتاعته ويشتغل. فاكيد احنا في البيت الموضوع هيبقى مختلف، كنظافه وكغسيل في الحاجه بتاع يعني. انا هنا غسلت البتاع عشان احط فيها البانيه تاني يعني. في البيت طبعا اكيد ستات البيوت بتختلف طبعا في نظافتها واللي هي بتعمله في الاكل عن بره. بس طبعا انتوا عارفين الاولاد والشباب الصغيره بيبقى شبطان بقى، عايز يعمل زي صاحبه، عايز ياكل زي صاحبه، عايز يجيب حاجه وشبطان فيها من بره. ما كنتيش تعملها له في البيت بنفس الشكل والطعم بتاع بره هيقولك لا يا ماما مش عايزه. هنا بقى بعمل محلول النقع للبانيه زي محلول الفراخ بالظبط اللي بننقع فيه. بحط شويه ميه كده ومعلقه سكر ومعلقه ملح ومعصر ليمونه عليهم، وانقع فيها ايه البانيه بقى، الفراخ ولا اي حاجه ممكن تجيبيها فيها زفاره. حتى السمك لما بجيبه برضه بعمل المحلول ده بنقعه فيه بيشيل اي ريحه زفاره موجود فيه. اي حاجه لحوم اي حاجه فيها زفاره اعملي المحلول ده وانقعي فيه وشوفي بقى الريحه، اذا كان في ريحه بعد كده يبقى بحق يعني. وكمان غير كده وكده، غير موضوع ان هو بيمنع الريحه، المحلول ده بيطري وبيخلي اللحم بتاع الفراخ او اي حاجه تنقعيه فيها. يعني هو فراخ ولا او السمك، اللحمه طبعا ما بتتنقعش في المحاليل دي، بس هو لو فراخ او سمك بيخلي اللحم من جوه اصلا ابيض ابيض وطري. فالمحلول ده برضو ايه ليه فوائد كتيره غير ان هو يمنع الزفاره بس. وبعدين كمان بيسهل عمليه لو اتنقع مده كبيره عمليه السوا بتبقى اسهل. ليه بقى؟ ان هو بيفتح المسام بتاعت الفراخ او السمك يعني، اللي هو ايه بيموت العصب بتاع النسيج، فبيخليه طري كده وايه ويستوي بسرعه. دي حاجات يعني تانية كده كان في ناس علميا يعني قالوا لي عليها. طبعا سبت البانيه يتنقع شويه كده عشان ريحه الزفاره او اي حاجه فيه. هنا بقى ايه اجهز للتوميه. اسهل حاجه ممكن تتعمل يعني. هنا حطيت ربع كوبايه نشا، وحطيت عليهم تقريبا كده ايه كوبايه ميه او نص كوبايه ميه. هقلبهم بقى مع بعض كده على البارد لغايه ما ايه النشا ايه تدوب خالص في قلب الميه. وبعد كده هرفعهم بقى على البوتاجاز على نار هاديه، وافضل اقلب بقى كده ايه بالراحه كده مع نفسي لغايه ما ايه تبتدي ايه تتقل شويه معايا. اول ما تتقل معايا كده اروح مطفي عليها النار عشان خاطر ايه ما تسيبهاش تنشف قوي يعني. هفضل بقى اقلب فيها كده باستمرار ما سيبهاش يعني، افضل اقلب عشان خاطر هي ايه هتعمل على طول يعني مش هتاخد وقت مني، هتجمد على طول مش هتاخد وقت. افضل الف فيها كده لغايه ما ايه تبتدي ايه تتقل معايا اهي كده. بص ابتدت تقلت، ما بتاخدش وقت، بس اهم حاجه تكون النار هاديه. افضل اقلب كده اهي لغايه ما كلها ايه تتلم معايا، بتعمل زي المهلبيه يعني كده، طبقه من المهلبيه بس تقيله شويه. متنسيش يا حبيبة قلبي لو وصلت لغاية دلوقتي في الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. ما تنسيش كده دعوة حلوة لأختك في الكومنتات وتصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. هنا بقى افضل اقلب فيها والمها كده عشان خاطر كلها ايه تبقى ايه ميه واحده او يعني حاجه واحده، مش تبقى مكلكعه، لا تبقى كده عامله زي الايه الكريمه او المعجون كده زي ما انتوا شايفين.
انا اول ما هي ابتدت بقى تتقل بطفي عليها. طبعا هنا بقلبها في السخونيه بتاعت الحراره بتاعت الحله يعني. بعد كده هستنى عليها طبعا لما تبرد خالص. بعد كده هبتدي بقى ايه احطها عندي في الخلاط او في الكبه على حسب اللي عندك. احط بقى عليها كده فصين توم مهروسين. بعد كده هحط عليها بتاع تقريبا ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت. هنزل عليها كده بربع كوبايه زيت. طبعا انا مقدره طبعا ربع كوبايه الزيت قد ايه. هنزل عليها وهحط طبعا كمان معاها معلقتين خل كبار. بصوا هي التومية اللي بيعملوها بره يعني بيعملوها اقتصادية يعني لأبعد الحدود، لأن لا بيحطوا لبن ولا بيحطوا زبادي ولا بيحطوا أي حاجة. أنا حطيت كده كمان معلقتين خل كبار، وحطيت ربع كوباية لبن هنا. وكمان هحط كده معلقة زبادي كبيرة. ممكن من بدل الزبادي نحط مايونيز اللي متوفر عندك، بس احنا عايزين نعمل حاجات اقتصادية وموفرة، فهي معلقتين زبادي كده نحطهم. هتدينا برضو نفس الطعم بتاع المايونيز. هتبقى تومية جميلة جدا اقتصادية وموفرة، وهتديكي كمية جامدة قوي. حتى لو حد بيعمل مشروع او حاجة لو عملت الطريقة دي هتديك كمية كبيرة قوي، وطعم تومية ملهوش حل بصراحة. وكمان اقتصادية في نفس الوقت. بصوا هو قوامها كده. هنديها ضربة تاني بقى وخلاص. يبقى انا عندي قوام التومية اهو. بصوا عاملينها ازاي بيضة وجميلة ازاي، اكنها مايونيز فعلا. بس سمكها هو ده سمك المطلوب بتاع التومية، لا هي سايبة قوي ولا هي تقيلة قوي، في المظبوط كده. واحلى تومية عندنا وكمية كبيرة من حاجات بسيطة جدا كانت عندنا. نبدأ بقى نجهز للخلطة بتاعت الشاورما. عندنا هنا كده كوباية زبادي، حطيت عليها فصين توم مهروسين، وهعصر عليها نص ليمونة. بص انا تتبيله الشاورما ما بحطش بقى بصل، ما ببشرش بصل ولا حاجه. بحط الزبادي وبحط عليه كل المقادير. هنا دي بقى خلطه الشاورما دي برضو بتدي طعم كده للشاورما اكنها جاهزه بالظبط. خلطه الشاورما اللي هي بتاعت كنوع دي او ماجي، هاتوها وحطوها برضو كده هتدي طعم حلو قوي على الشاورما اكنها معموله جاهزه. هو الكيس كان معصلج معايا شويه بس قصيته وحطيت برضو. هنا بحط رشة قرفة عشان خاطر تمنع اي ريحة زفارة في الفراخ واي طعم زفارة. حطيت برضو التوابل ملح وفلفل اسود وبهارات وشطة وتوم باودر وبصل بودر، وقلبت كل الخليط كده مع بعضه. وحطيت برضو معلقة خل كده عليه وقلبت كله. وكده قلبت على الفراخ وبقى كله جاهز. انا بقى لما باجي بعملها بسويها، ما بسويهاش في زيت، بحط كده حبه معلقه سمنه كده واروح نازله بالفراخ عليها. السمنه بقى بتديها طعم ولا اروع كده بتخليها طريه احسن كمان من استخدام الزيت. الزيت بقى قشره لازم السمنه كده تبقى مقدوحه كويس، وانزل بالفراخ تحت بقى عشان ما تنزلش. ادي قليتين كده تنزلها في الشمع. اكون محضره عندي اللي هي بصل مقطع حلقات وفلفل وطماطم، وانزل بيهم كده على الفراخ، واديهم برضو تقليبتين كده مع بعض كلهم لغايه ما معايا كده. عندي بقى الشاورما بقت جاهزه. نجيب بقى العيش بتاعنا، العيش التورتيلا اللي انا قلتلكوا عليه. بصوا هو غالي شويه عن العيش السوري، بس بصراحه طعمه حاجه تانية خالص يعني مش بحجم العيش السوري، بس برضو طعمه بيودي الاكل في حته تانية يعني. فانا قلت اجيبه لهم كده المره دي اجربه لهم. كانوا قالوا هم في السندوتشات برضو جاهزه قبل كده بره وعجبهم، فقلت لهم لا انا هعمله لكم في البيت. هو طبعا ممكن يكون ليه طريقه بتتعمل في البيت، بس انا بصراحه ما حاجه لما ما اعرفهاش ما بحبش افتي فيها، عشان طبعا بما ان اليومين دول الخامات غاليه يعني. هنا بقى حطيت السندوتش وحطيت فيه توميه من جوه، والاحمر اللي انا كنت حاطاه ده كانت هريسه شطه. لو عايزين حاجه مشطشطه كده يعني. ولفيت السندوتش، ومكان بقى طبعا الشاورما الطعم الحلو ده يروح حاطه بقى العيش ياخد بقى يعني تحميصه كده بطعم شاورما كده من بره. بيطلع العيش زي ما انتوا شايفينه كده احلى اكله هي، واكننا جايبينه جاهز من بره. والتوميه والليمون المخلل اللي احنا عاملينه، وبألف هنا وشفا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير.